السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أخواني الكرام. معكم ناصر السوري من نقابة جنرالات الحرب. أخواني الكرام، اليوم معنا درس بسيط أو رح نجرب حظنا في رموز التكوين ونفتح الرموز اللي معنا كمان ونشوف اللي هي الرموز العادية اللي طبعا أغلبها بتطلع مو حلوة وبنستهلكها. في ناس كتير بيبيعوها وفي ناس كتير بيستخدموها وفي ناس بيعملوا لها تكوين. طيب أنا اليوم إن شاء الله رح أحاول يعني قدر الإمكان إني أعمل لكم تكوين لها ونشوف النتائج ونجرب حظنا في التكوين الرموز اللي معنا. رح أبدأ بالموجودين معي هلأ ونشوف إن شاء الله نحن حظنا وياكم شو رح يكون. التبعثر هذا أنا ما بحبه ولا بستخدمه، فرح أجرب بسرعة وأشوف شو اللي رح يطلع معنا بالرموز اللي ما بستخدمها. شكله الحظ اليوم سيء. غلاف النصل هذا أحيانا التكوين تبعه يكون فيه منه نتيجة. شفتوا شلون؟ يعني نتيجة لا بأس فيها. الأبطاء مع غلاف النصل هذا ما بحبه كمان. أبطاء مع أبطاء مثلا. طيب أبطاء مع إسراع أو تسريع. نجرب حظنا كمان. نجرب تسريع. هذا أتوقع حد يستفيد منه. كله تسريع. حلو حلو، ممتاز ممتاز. ضرب القاتلة. إبطاء. تبعثر. حلو، ممتاز جدا. أنا عندي طقم منه هذا بس أستهلكه ما بحبه. عندي طقم كامل مستوى 3 بس أحس إنه ما له طعم. يعني لحد الآن 3 رموز إجونا حلوين. هذا ممكن يكون حلو. إسراع. هذا سيء. نجرب حظنا. إبطاء. نجرب. حلو، ممتاز ممتاز. ضربة قاتلة. شو ضل بدنا نستهلك؟ ما ضل شي. نرجع نفتح رموز جديدة أساس فضينا مساحة حلوة. هات نشوف شو راح يطلع لنا رموز. حرق. غلاف النصل. غلاف النصل. جلد الحجري. الحرق. إبطاء. إبطاء. غلاف. حارس الشعلة. الحرق. إبطاء. حارس الشعلة. إبطاء. جلد الحجري. غلاف النصل.
أيضا إبطاء، غلاف النصل، عناد. هذول الرموز أغلبهم ما بنستفيد منهم أي شي. أنا عندي طقم إبطاء كامل مستوى 3، فمشان هيك ما بستخدمه إلا ما ندر يعني. وعندي أيضا طقم كامل منه الضربة القاتلة، حرق 35، 34، حرق ألا يحرق، إبطاء، حارس الشعلة. ما يجينا ولا واحد بالغلط مثلا تنشيط، ولا يجينا شي بالغلط ضربة عنيفة ولا أي شي. إعادة إحياء، كل رمز إحراق وحرق. طيب أتوقع صار هيك معنا كمية منيحة، ممكن نجرب حظنا عليها. نجرب الأحراق اللي حرقونا فيها. غلاف نصل، تبعثر، حلو ممتاز. حرق، جلد حجري، جلد الحجري. غلاف النصل هذا أحس إنه بيجيب خير، ما جاب شي. نجرب مرة ثانية. غلاف نصل مع حارس الشعلة مثلا، حارس الشعلة مع غلاف النصل، جبنا أبطأ. غلاف نصل مع غلاف نصل. الحظ سيء اليوم. هذا تبعثر، حلو حلو ممتاز. طيب إبطاء، إعادة إحياء، واو واو، هذا المطلوب. نجرب إبطاء، إبطاء جلد حجري، إبطاء مع جلد حجري. طيب جلد حجري أيضا، إبطاء مع إبطاء، ضرب عنيف، حلو. إسراع تسريع مع جلد حجري مثلا، إبطاء مع إبطاء. أوه، رمز الجلد صار معنا 2. درع الجسد، حلو حلو. هات لنجرب، بلكي بيجينا طقم حلو. بدأ الحظ يزبط. نجرب حارس الشعلة مع إبطاء، جلد الحجري مع الجلد الحجري، إبطاء مع عناد مثلا مع إبطاء، عناد مع جلد الحجري مثلا، إبطاء مع جلد حجري مرة أخرى، حارس الشعلة مع عناد، عناد مع عناد. درع الجسد يا شباب، بدنا درع الجسد، حلو. تبعثر، حرق مع أي شي، إبطاء. ما ضل شي عندنا. طيب هذا اليوم جربنا حظنا معكم، وأنا ما ودي أطول عليكم الفيديو،
بس زي ما لاحظتوا يعني إجانا أشياء حلوة اليوم، وإجانا إعادة إحياء، وإجانا ضربة عنيفة، ضربة قاتلة، وإجانا تباثر، وجانا درع الجسد اللي هو أحسن شيء جانا اليوم. حبينا بس نشارككم هذا الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم. بتمنى أنكم تنتظروا الجديد إن شاء الله. الحلقة القادمة راح تكون فيها شرح لطريقة إخلاء الزنزانات بدون ما نخسر محاولات وبدون ما يموت القوات. إن شاء الله تابعونا، راح يكون في الحلقات القادمة أسرار وخدع الكاستل كلاش. أتمنى أن يكون الفيديو أعجبكم. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.